لو صمت يوم العاشر دوت هتاخد الاجر، طبعا هاخد الاجر. ايه بقى؟ السنه فاتت يلي عملت ذنوب تعال، طب يلي ما كنتش تعال، طب لو انت خدته بقى مفرد لوحده برضو ما فيش مشاكل ولا في خلاف فيه حتى على غير الكراهه ولا الكلام ده. طب لو ضمت لي اليوم التاسع برضو عظيم الاجر. حديث زي ما قلنا حديث سيدنا عبد الله بن عباس، لئن بقيت يعني لئن عشت الى قابل السنه اللي جايه لاصومن التاسع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في وقت عظيم جدا، شهر حرم، شهر الله المحرم، ربنا فضله على الشهور. الافضل الاعمال فيه الصيام، ودي عباده اهل العزائم والناس اللي عندها همه وعزيمه. يستعان بالصيام دوت على ان ربنا يكرمك السنه كلها. كنا اتكلمنا قبل كده، وارجعوا في الحلقات اتكلمنا قبل كده على الاشهر الحرم، قلنا المفروض ان دي شهور بنعظم فيها ربنا، 3 سرد وواحد فرد. الواحد الفرد اللي هو المحرم اللي احنا فيه دلوقتي. 3 سرد لا منهم المحرم اللي احنا فيه، ذو الحجه وذو القعده ومحرم، والواحد اللي لوحده اللي هو شهر ايه؟ شهر رجب. شهر رجب ربيع مش رجب مضر. فالاصل ان احنا ده شهر بيعظمه ربنا سبحانه وتعالى، شهر حرم يعني نعظم فيه ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما وصانا النبي عليه الصلاه والسلام ان احنا نعظم فيه. والآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن يعني إيه؟ يعني إيه فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ يعني إيه؟ لما نقول 3 سرد ورا بعض، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وبعدين واحد فرد اللي هو رجب، 4 شهور عند الله، ال4 الحرم اللي هم دول اوعى تظلم فيهم نفسك، فلا تظلموا فيهن انفسكم. الله جعلها مواقيت للعباد، نهى فيها عن المعاصي. مش معنى كده ان المعاصي في خلاف الشهور دي مباح، لا مش مباح طبعا، ولكن المعصيه في الشهر ده، في شهر محرم اللي احنا فيه، تاخد عليه يعني السيئه باكتر اعظم. وعشان كده برضو العمل الصالح فيها الاجر فيها مضاعف، الحسنات فيها مضاعفه. الحسن البصري كان بيقول ان الله افتتح السنه بشهر حرام واختتمها بشهر حرام، واللي منهم يا رب يخلف قولوا امين. شهر حرم يعني ايه؟ يعني ان انت تحرم فيه ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والاشخاص والازمنه والامكنه، ال4 حاجات. لما نقول دم المؤمن حرام يعني يجب احترامه وحفظه، مال المؤمن حرام يعني شهر حرام يعني يجب احترامه، احترام الاشهر دي وحفظها. حديث مين؟ حديث ابن ابي طلحه عن ابن عباس، قال اختص الله عز وجل، اختص الله تعالى 4 اشهر جعلهن حراما وعظم حرماتهن في الشهر ده، وجعل الذنب فيها اعظم، وجعل العمل الصالح والاجر فيها اعظم، وخص الله تعالى ال4 اشهر بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها. ليه؟ حرم حتى وان كان منهيا عنها في كل زمان ومكان، ولكن في الزمن ده لا. طب يعني اعمل ايه يعني؟ لازم تعرف الاول ان سبب موات قلب العبد وما يحسش بالكلام اللي احنا بنقوله ده ترك تعظيم ربنا وحرمات ربنا اللي منها الشهر اللي احنا فيه. ليه؟ ترك تعظيم الله عز وجل، لانك لو عظمت ربنا مش هتنتهك حدوده. لو عظمت ربنا عمرك ما هتعصيه ولا هتقع في معصيه ولا حد في حدود من حدود ربنا. ليه؟ لان ربنا معظم في قلبي. ابدا ما احملش لا اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هي الالوهيه ايه اصلا، او توحيد الالوهيه ايه؟ انك تتعلق بربنا سبحانه وتعالى، قلبك معلق بالله، وانك تعظم ربنا في قلبك، فلا تلتفت عن باب الله ابدا. اياك نعبد انت وحدك سبحانك، يعني قلبنا لا يلتفت لغير ربنا سبحانه وتعالى، ولا نريد سوى ربنا سبحانه وتعالى. دي معنى الالوهيه، توحيد الالوهيه يعني كده. لما نيجي نتعامل مع الدنيا والابتلاءات اللي ابتلينا فيها في الدنيا نقول ايه؟ اياك نستعين. لكن لما اجي اتعامل مع ربنا في العقيده، اياك نعبد انت وحدك، ده التوحيد. يا رب انت وحدك من استعين به، انت وحدك اللي بتعلق بيك، انت وحدك اللي قلبي بيعظمك، ولا يلتفت قلبي ابدا لسوى ربنا سبحانه وتعالى، لا في معاملات ولا عبادات، ولا ارتبط باشخاص ولا دنيا ولا علائق.
فقط اللي ربنا عايزه مننا، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني بطلب العون من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. وإذا استعنت فاستعن بالله، يعينك ربنا ويسخر لك، ويعينك ربنا ويسخر لك ويهديك ويسددك ويوفقك. ده حال القلب، ان احنا نتوسل ربنا ان هو يهدينا الصراط المستقيم. فإياك نعبد وإياك نستعين.